اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل معانا العيش الابيض اللي احنا بنشتريه من الافران، اللي انت ممكن تاكليه كده او ممكن تعملي بيه الحواوشي. انا بوريهولكوا كده، انا عاملاه في الطاسه وطالع معانا هش وقلبه فاضي زي ما انتوا شايفين كده، وما خدش مننا حاجه. كل الكميه دي تعتبر بكيلو دقيق. يعني ممكن تعمليه بيه حواوشي زي انا ما هعمل، او ممكن تغمسي بيه جبنه او يبقى عندك في البيت. او لو انت ما عندكيش عيش وعايزه تعملي عيش في البيت هتعمليه بابسط طريقه. معايا قطعه خميره ومعايا معلقه سكر. هبدأ أنزل عليهم بكوباية مية دافية عشان أدوب فيها الخميرة مع السكر. كده خلاص أنا بفكك الخميرة مع السكر. طبعا لازم فيه خميرة يبقى لازم تحط معاها معلقة سكر. كده خلاص الخميرة دابت هي والسكر. هبدأ أنزل عليها بكيلو دقيق، وهبدأ أنزل عليها بمعلقة ملح ومعلقة لبن بودرة. ما عندكيش لا معلقة اللبن بودرة ما تستعملهاش، هي كانت موجودة عندي فقلت أحطها عشان تطعم معانا. إنما لو هي مش موجودة ما تستعملهاش. هو يدوبك دقيق وخميرة وشوية مية وشوية ملح، وهيطلع معاك العيش في منتهى الجمال. كده خلاص انا عجنته. طبعا هو ما بتحطلوش، انا ما حطيتلوش اي دهون، لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. هي ميه ودقيق وشويه ملح وشويه خميره ومعلقتين لبن بودره كانوا موجودين عندي. مش موجودين عندك ما تحطهمش. كده خلاص عجناها والعجينه لمت معانا. هنغطيها بقى ونسيبها لحد ما تخمر. طبعا الخمران ده حسب المكان اللي عندك، لو عندك مكان دافع تاخد منك نص ساعه، ساعه زي ما تاخد حسب ما تخمر معاك وحجمها يتضاعف زي ما انت شايفه كده. هي كده خلاص خمرت. هنبدأ بقى نقسمها العيش. الكور دي اعمليها حسب ما انت عايزه حجم الرغيف، عايزاه كبير عايزاه صغير زي ما انت بتحبي. عايزاه صغير زي اللي احنا بنجيبه من الفرن اعمليه، عايزه تكبريه كبريه. هنبدأ نقطع كل الكميه. وزي ما قلت لك ده ممكن تستعملي الحواوشي، ممكن تستعمليه في اي حاجه. وممكن تعمليه في رمضان بقى، رمضان كل سنه وانت طيبه على الابواب. ممكن تعمليه كمان قبل السحور وتقدميه على السحور، هيطلع معاكي عيش سخن وزي الفل. يعني ممكن قبل السحور كده بحوالي ساعه كده ولا حاجه توضبيه، وهتعمليه في الطاسه وانت واقفه. كده خلاص انا خلصت كل الكميه. هبدأ بقى بأول واحدة قطعتها. كده خلاص هنبدأ بقى بأول رغيف احنا قطعناه هناخده نفرده. طبعا انت بتغطيه عشان وشه ما ينشفش معاكي، عشان لو سبتيه عرضتيه للهوا وشه هينشف معاكي ويعمل طبقة ناشفة كده على الوش. كده خلاص احنا اخدنا اول واحدة قرصناها، او اول واحدة عملناها كورة وهنبطط. طبعا الحجم ده كويس، لا هو كبير ولا هو صغير، يعتبر حجم متوسط. طبعا لو حسيت ان هي بتلزق منك اديني دهنة دقيق خفيف، ومش هتبان معاكي خالص ولا هي هيبان خالص. كده احنا بنفردها، حاولي تفردها مدورة على قد ما تقدري. وما ترهفوهاش جامد، احنا عايزين يكون سمكها متوسط. حوالي نص سنتي كده اهو زي ما بوريها لكم زي ما انتم شايفين كده معايا. لا هي تخينة ولا هي رفيعة. هبدأ اخد واحدة تانية برضو اعملها معاكم. طبعا انت بتبدأي باللي انت مقطعاهم الاول عشان يكونوا ارتاحوا معاكي وما يعذبوكيش. طبعا هنفرد كل العجينة وهنسيبها جنبنا عشان نقوم نخبز مرة واحدة. كده بقى انا هخلص كل الكمية زي ما انتم شايفين، انا خلصت كل الكمية الاول. وهبدأ بقى اوريها لكم. هنبدأ بأول حاجة احنا فردناها. احط الطاسة على النار، اي طاسة موجودة عندك. زي ما انت شايفة انا بستعمل طاسة ألموني.
ما استردش لا جرانيت ولا تيفال. طبعا انا حطاها على نار ما تكونش عاليه جامد، تكون نار متوسطه، وياخد دقيقه هنا ودقيقه هنا عشان يطلع معاكي قابب وهشش. زي ما انتوا شايفين هي بتلحقش تاخد معايا لونه، بقلبها بدات تنتفخ معايا زي ما انتوا شايفينها كده. زي ما انتوا شايفين انا بضغط عليها عشان اوريكم اللي هي بتنتفخ معايا. ما خدتش معاكي دقايق، ما بتاخدش معاكي دقيقه. بس المهم تقلبي يمين وشمال عشان تطلع معاكي ايه منتفخ. زي ما انتوا شايفين بتاخد لون خفيف منها ولون خفيف منها، وبقلب على طول. طبعا لو حابه تخبزيه في الفرن اخبزيه، بس انا بعمل في الطاسه عشان لو حد ما عندوش فرن او الفرن اللي عندك بايظ او حاجه. فالطاسه مفيش اسهل منها. على البوتاجاز وانت واقفه مش هياخد معاكي دقايق وهتكوني خلصتي كل الكميه. وده شكله بعد ما خبزته، ما بياخدش معاكي وقت. شوفي الكيلو دي ادانا كام رغيف. شوف بقى انت لو بتشتري دوكت بالاسعار اللي موجوده حاليا هيكلفوكي كام. وشوفي العيش بقى سعره كام دلوقتي في اي فرن. كل ده يا دوبك عملناه بكيلو دقيق وشويه ميه وحته خميره ومعلقه سكر. يا دوبك هتجيبي كيلو دقيق وتحطي عليه شويه ميه ومعلقه سكر وهيطلع معاكي اجمل عيش. زي ما انتم شايفين انا بفتحه معاكم. شايفين قلبه هاشش معانا ومستوي زي الفل. طبعا انا هعمل بيه حواوشي وهينزل لكم الفيديو ده وهتشوفوه. زي ما قلت لك انت ما انتش حابه تعملي حواوشي، حابه مثلا ما عندكيش عيش او في مكان والعيش خلص عندك وعايزه تستعملي على طول، تقومي على طول تعمليه. مش هياخد منك اي وقت، في ثواني هيكون عندك اجمل عيش. ويا رب الطريقه تكون سهله وبسيطه وتجربوها وتدعموني بلايك يا ريت.